دي المستشفى الممرة يا جماعة، واحدة من المحلات جاتي المفضلة. صحن بتاع مكسرات أناناس ولا جوافة. هلا حلو كيف. أي زول بيكتب في رسالة. السلام عليكم ورحمة الله، ويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. لو دي أول مرة تشوفوني ما تنسوا تعملوا متابعة لأنه فايكم كثير جدا والجاي أحلى إن شاء الله. الليلة رسميا أقول لكم أخيرا آخر يوم في المدرسة، آخر يوم في السنة دي، يعني ما آخر يوم في المدرسة للأبد طبعا، لسه عندي باقي لي سنة واحدة، لكن الليلة آخر يوم في السنة دي فمتحمسة شديد. لكن في نفس الوقت الليلة أول يوم شغل لي، حمشي أشتغل في مستشفى واحدة من أحسن المستشفيات التعليمية هنا ببريطانيا أو في لندن تحديدا، فحمشي ومتحمسة شديد حرفيا، يعني فرحانة ومتحمسة وفي نفس الوقت متوترة، لكن إن شاء الله حيكون كل شيء كويس. فحاخدكم معايا الليلة في يوم مميز ده، أتمنى الفلوق يعجبكم. قبل ما نبدأ الفلوق خليني أعمل لكم أوتفيت تشيك. طرحة سوداء، قميص أبيض، ما أعرف أنكم شايفينه ولا لا، أبيض بأصفر، ومعاه بنطلون أسود وجزمة بيضاء، ما قادرة أوريكم لا. الليلة يا جماعة الجو حلو شديد، ما بارد ولا حر. هنديك على مدرستنا. وصلت المدرسة زي ما انتم شايفين. شفتوا برا كانوا عاملين لنا زي موسيقى كده استقبالا لآخر يوم، يعني نظام فرحانين كده، حسها حاجة كيوت. وبما انه كان اخر يوم لي في المدرسة فكان اخر يوم لي في الفصل ده، كنت حزينة شوية. وبعد كده اتحولنا لفصل تاني اللي هو حيكون فصلنا في السنة الجاية، وبعد ما تعرفنا على سنتنا الجديدة ادونا حصة عشان نكتب فيها اهدافنا للسنة الجاية. طبعا عاملين استاذتنا الثانية ادتنا كريت لاستاذتنا الثانية عشان اكتب لها رسالة، فجمعت ادتني لها عشان نخلي ناس الفصل يكتبوا فيها كم رسالة زي ما بيقولوا من جوا. اي زول بيكتب فيها رسالة زي كده وبعد كده بنديها للاستاذ نهائي. جماعة استاذتنا جابت لنا هدايا. ندير مع unboxing on camera. جماعة استاذتنا المفضلة جابت لنا هدية. أحا I like it too. She printed the same picture that I printed for her. So cute. That's so cute. And a card. بطاقة. She got me hand cream. She got me hand cream. Moment. Yeah, but they missed back. That is so cute. حلق معاه lip gloss. Lip gloss. She got me highlighters and a keychain and highlighters. جماعة حياتها الوقف so cute. بعد كده نقول مع السلامة للمدرسة إلى السنة القادمة. جيت هنا أجيب لي سناك، لو سمعي أول شغالة دي لغة بيتي بتاعت permission to dance. عموما داعش لحاجة تكون خفيفة فما أعرف إيش شنو. يا جماعة أقسم بالله العظيم سألتنا عشان شيء، يعني أنا جابت لنا كستمايز هدايا لكل زوج في الفصل حرفيا. أنا جبت لها هديتي أصلا كان امبارح، جبت لها شنطة والجزمة، جبت لها صورتنا كان صورنا صورة كده مطبوعة، فكان حلو شيء. جيت هنا برضه أجيب لها عصاية، ما أعرف أجيب أناناس ولا جوافة ولا مانجا، no idea. بما ان الليلة اخر يوم قررت اجي هنا المنطقة دي هنا محلي مفضل نقعد فيه وقت الغداء، وقت الغداء بيخلونا نطلع من المدرسة عشان ناكل برا، فدي واحدة من المحلات جاتي مفضلة عشان اجي اكل فيها، يعني الفيو حلو كان واو. المهم حاكل اي حاجة صغيرة كده عشان ما اجوع، وحمشي محطة القطر بعد 10 دقايق كده عشان امشي للمستشفى. بعد اخدت بريك شوية، حاليا بفتش على المسافات اللي بقدر امشي بها المستشفى، وده احسن واحد. حركب قطارين وحمشي بس، فيلا بينا.
وانتم متابعيني من فترة هتعرفوا المحل شنو. انا ديك شنو ايوه انتوا تشوفوها برضو ما قاعدين تشوفوها. رجع النور الإضاءة عالي شديد، الإضاءة عالية جدا. لكن عموما ده المحل بتاع الصورة بتاعت صورتي قاعدة هناك جوا لسه لحد الآن. وي وصلت محطة القطر. طبعا يا جماعة حصلت لي مشكلة. ركبت القطر غلط. يعني كنت ما شاء الله باكل ومسترخية وخلاص قلت حكون بدري كمان بنص ساعة. ركبت الباصة غلط، القطر غلط. الله أكبر. المهم هسه حضطر استنى لمدة 15 دقيقة القطر التاني يجي عشان اركبه، وبعدها حركب نفسي بالقطر غلط اللي ركبته ده. بس المشكلة انه الفرق منه من القطر كان مصير اركب انه داك مسافته اقل وده مسافته اكتر، يعني بيمشي لمحطات كتيرة بيقف كتير. فبعد ده كله هتأخر. زماني هناك مفترض اكون في المستشفى الساعة 1، وجوجل ماب بديني حكون في المستشفى الساعة 21 دقيقة. حزينة. ما كنت دا اكون متأخرة في اليوم الاول. لكن حصل ما مشكلة، لانه مسار جديد والطريق جديد. فحاعتذر لهم واقول لهم اني يعني دوم راجع بالحتة دي، ما اظن يكون عندهم مشكلة يعني. وبعد جهزته مشيت بديت اشتغل. للاسف طبعا ما قدرت اصور لكم لانه كان في عيانين كتار، فكنت بحترم خصوصيتهم. في بريك بتاع سناك بيطلع طعم حلو شديد، لا بالشوفان والفراولة. بديها 8.5/10. وهنا بعد 3 ساعات شغل كنت مبسوطة جدا لأن الدكاترة والعيانين كانوا ظريفين جدا. جيت الكافيه بعد خلاص انتهيت، طلبت لي شاي بيتش. دي المستشفى من برا يا جماعة، جاي ما كنت اصور لك، انا كنت مستعجل شديد، لكن دي المستشفى من برا. ده قدام مستشفى قاعدين صور دكاترة وعملوا حاجات قبل كده. شايفين؟ جيت هنا حديقة يا جماعة جنب المستشفى قبل ما ارجع البيت. انا راح كيف. واو، شايفين فيه محلات كذا رياضية، محلات اطفال، وهنا برضه محل تنس. واو، هنا برضه يا جماعة في مسبح مجان للأطفال. واو، محل هنا حلو شديد. يا جماعة وقفت نص المسافة عشان يجيب حاجة ناس البيت، وجيت قسم الماجازينز. بيقولوا شنو بالعربي؟ ما هو ما جرايد لكن حاجة بالشكل ده. المهم أنا لقيت منه 1 2 أحا. يا جماعة أنا ما بقدر أشوف حاجة كيوت ما أصورها. أنا ده صحن بتاع مكسرات. أنا كنت كيف؟ واو، ما صحن مكسرات، استغفر الله، ده صحن صابون لأنه قاعد جنب منتجات الحمام، لكن ممكن يكون حاجة للمكسرات. هاي حق الحمام. شايفين ده كولكشن بتاعه كده كامل. واو كيوت. مستني الباص يجي. خلاص بعد 12 البيت. يا جماعة هنا الكافيه بتاعنا المفضل. أنا الشمس لسه ساطعة، الساعة 7 يا جماعة. عن البحيرة بتاعتنا هنا عاملة كيف، فيها شجر بيفور. شجرة شكلها حلو لكن مقرف في نفس الوقت. حافقد الشارع ده لزمن بسيط جدا. حافقد الدفارات ولا الشاحنات اللي بتجي ماشية بيها في راسي. نايس فيو. كالعادة جينا لمحطتنا اللي بنعمل فيها الفيديو. عملت فيها الفيديو قبل كده بس حعمله تاني
عموما بكده اقول لكم وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اعملوا لايك واشتراك وسبسكرايب واي شيء عشان يوصلكم كل جديد. زي ما شفتوا الفيديو ده كان مميز جدا بالنسبه لي، كانت نهايه سنه جميله جدا وبدايه حاجه احلى. اللي هي الليل اصلا كان يوم المدرسي 100% 100% اكيد شفتوه. يوم المدرسي كان قصير شديد. وانا اصلا خليت مركت المدرسه بدري لانه شغلي كان من الساعه 1 إلى 5. وزي ما شفتوا لخبطت القطارات وركبت القطار غلط، لكن الحمد لله وصلت في النهايه. وزي ما شفتوا طبعا المستشفى ما قدرت اصور لكم فيها كثير لانه طبعا محلها ممنوع فيها التصوير وكان فيها عيانين، فكان مفترض احترم الخصوصيه بتاعت الناس هناك وبرضه خصوصيه المستشفى. فلكن عموما كانت حلوه شديد حرفيا. الناس اللي شغالين هناك او الستاف الدكاتره التانيين كان تعاملوا معي حلو شديد. كانوا يعني كل ما اقول لهم انه دار اعمل الحاجه دي اللي هي اسمها بوداتري او طب القدم. طبعا انا ما اعرف حكيت لكم ولا لا، لكن حظي الحمد لله انه لما قدمت الوظيفه دي هي ما وظيفه تطوع. هو لما قدمت للتطوع ده هو كان في اوبشنز كثيره او خيارات كثيره اختار منها انه اشتغل وين في المحل بالضبط، وانا اخترت انه اشتغل في محل طب القدم اللي هو له علاقه بالسكري، فاخترته والحمد لله اختاروني في المحل ديك. فحظي جاء معاه شيء لانه الفرص قليله جدا انه الناس يعني يختارون في حتات زي دي، فالحمد لله على الحاجه دي اول شيء. ثاني حاجه الناس هناك يعني كانوا كل ما اقول لهم انه داير اعمل الحاجه دي في المستوى بيقولوا واو كذا، يعني حرفيا دارين الناس بعمل علي حرفيا دارين الناس حرفيا دارين الناس انه يعني يشتغل في الحاجه دي لانه حاجه ما يزول عارفها. فان شاء الله حتكلم لكم عنها اكثر في فيديو تاني. كل ما اتعلم عنها اكثر حتكلم لكم عنها. لكن عموما كان يوم حلو شديد واتمنى يتكرر، وهو حيتكرر اصلا. حكون في البرنامج ده لمده 6 شهور ان شاء الله. فبس والله اتمنى انه الفيديو كان حلو بالنسبه لكم وعجبكم واستمتعتوا به. ولو عايزين فيديوهات اكتر زي دي وروني في التعليقات وحكيت منها ان شاء الله. وبرضه خليكم منتظرين لمحتوى الصيف لانه حرفيا الاجازه الصيفيه بتاعتنا بدت الليله رسميا. حتكون عباره عن شهر ونص، شهر واسبوعين. الليله يا جماعه انهي لكم الفيديو بمشهد شارع بيتنا. هلا حلو كيف بحس كده طالع من الفيلم. انا حاليا ماشيه على البيت. انا حلو كيف، والوقت يعني وقت غروب كده. بالعكس والله ما وقت غروب، وقت الغروب بيكون احلى شديد. عموما يلا باي.